ها؟ صفات ثبوتية اسمان ذاتية وفعلية. آخر ما أخذنا أي قاعدة؟ قاعدة صفات. أي قاعدة؟ الرابعة، ثالثة، أولى، خامسة؟ فقط خامسة؟ يعني قواعد أدلة ما أخذنا شيء منها. لا أنت واهم، أنت واهم. معكم أنتم المتن أو ليس معكم المتن؟ المتن موجود معكم؟ معك ولا معكم؟ معك المتن؟ متن القواعد؟ معك المتن؟ معك ومعك المتن؟ معك المتن. طيب أين وصلنا بالضبط يا أخوان؟ القاعدة الرابعة من صفات الله تعالى. القاعدة الرابعة من صفات الله تعالى الصفات الثبوتية، صفات مدح وكمال. وأخذنا الذاتية والفعلية، أخذناها ذاتية والفعلية، أليس كذلك؟ ووصلنا إلى القاعدة السادسة. وصلنا إلى القاعدة السادسة هكذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل كان يوم أمس فيه بحث لليوم؟ ما هو؟ أيوة، أحسنتم. بين حديث كل مولود يولد على الفطرة وحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أستهدكم. وهذا جاءنا في أي شيء؟ في أي درس؟ 40، ونحن الآن في 50. نحن الآن في القواعد المثلى، أليس كذلك؟ فكيف تعيدنا إلى الوراء؟ والعمدة في الصباح، 40 في الصباح. فنسأل عن سؤال القواعد المثلى. هل كان في أمس بحث؟ طيب، إذن نكمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. أحدهما التمثيل والثاني التكييف. أهل السنة والجماعة هم أهل الوسط، هم أهل الوسط، وسط بين طرفين، طرف يمثل وطرف يعطل، طرف يمثل وطرف يعطل. وكل ممثل معطل، وليس كل معطل ممثل. كل ممثل معطل، كل ممثل معطل، وليس كل معطل ممثلا. واضحة أو نشرح؟ السكوت علامة رضا ولا عدم الرضا؟ علامة الفهم أو إذا قلت شيئا ولم أسمع إجابة دليل على أنكم نائمون، وممكن الإنسان ينام وهو مفتح العينين، ممكن. فكل ممثل معطل، وليس كل معطل ممثلا. نبدأ أولا، ما هو التمثيل وما هو التكييف وما هو التعطيل؟ من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. التمثيل جعل شيء مثل شيء، تمثيل جعل الشيء مثل شيء، مثل الشيء، أو جعل الشيئين مثل بعضهما، هذا هو التمثيل.
الله سبحانه وتعالى يقولون له وجه، خاطبنا الله بأن له وجه، وخاطبنا نحن بأن لنا أوجه ولنا أوجه كذلك، فيكون وجه الله مثل وجوهنا، يعني فيه عينان وأنف وفم وأذنين وإلى آخره. نقول لهم كيف تقولون هكذا؟ قالوا الله خاطبنا بلغتنا، لغة العربية، والعربية إذا قيل وجه معروف أن الوجه يشمل هذه الأشياء، العينين والأنف والفم، فقالوا وجه الله مثل وجوهنا، يد الله مثل أيدينا، ضحك الله مثل ضحكنا، لأن الله قال أنا أضحك ونعرف معنى الضحك مثل ضحكنا. هؤلاء يسمون الممثلة. المكيفة يعطونها كيفية معينة، يد الله يقول هي كذا وكذا فيكيفها، يد الله لها أصابع وفيها عظام وفيها ويتكلم، هذا يعتبر الآن كيفها. المعطل يقول الله سبحانه وتعالى ليس له يد وليس له وجه وليس له قدم ولا يضحك ولا يسمع ولا يبصر، يسمى معطل. فالمعطل ما جاء بصفة إنما عطلها فلم يمثل، بينما الممثل إذا قال يد الله مثل أيدينا هو الآن مثل وأيضا عطل المعنى الحقيقي، فهو مثل بشيء خاطئ وعطل المعنى الصواب. فالممثل أجاب جوابا خاطئا وعطل الإجابة الصحيحة. يد الله قال يد الله مثل أيدينا، هو الآن مثل وعطل المعنى الحقيقي ليد الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التمثيل والتكييف والتعطيل. فنحن نقول بأننا نثبت صفات الله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف. هل الله عز وجل له يد تشابه أيدي المخلوقات؟ والدليل ليس كمثله شيء، والدليل الآخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دليل الآخر هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. هذه أدلة تثبت أن الله عز وجل ليس له مثيل. طيب، هل الله عز وجل صفاته لها كيفية معينة؟ هل الله له صفات لها كيفية معينة؟ يعني وجه الله هل له كيف معين؟ نقول نعم، لكن لا نعرف هذه الكيفية، غيب. له وجه حقيقي يليق بجلاله، وجه حقيقي سنشاهده يوم القيامة إن شاء الله، سنشاهده بالجنة، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. فنحن نثبت التكييف لكن لا نثبت الكيفية. نقول له كيفية معينة لكننا لا نكيفها. نقول لله كيفية معينة في صفاته لكننا لا نكيفها، يعني لا نعلم كيف تكون. هل الله سيشاهد يوم القيامة؟ هل أحد يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ نعم، كثير. إذن هذا الذي يرى هل له شكل معين؟ نعم، لكن نحن الآن لا ندري الكيفية، لكن له كيفية معينة نحن نجهلها. والله يتكلم ويسمع ويبصر وله عينان وله قدم وله رجل كما أثبت هو سبحانه وتعالى عن نفسه، لكنها مجهولة بالنسبة لنا، وهو له كيفية معينة لكننا لا نكيف، لا نقول هي كذا وكذا وكذا، فإن هذا حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز. هذا معنى التمثيل. والثاني التكييف، فلا نمثل ولا نكيف، لكن نقول الله له كيفية معينة لكننا نجهلها. طيب، الذين عطلوا، لماذا عطلوا الله سبحانه وتعالى؟ يا أخوان، المعطلة بعضهم أئمة وعلماء وحفاظ للسنة والقرآن. المعتزلة
يعطلون جميع الصفات، أليس كذلك؟ المعتزلة يعطلون جميع الصفات وهم يصلون ويصومون وأهل عبادة وطاعة وأهل علم. لماذا؟ قالوا نريد أن ننزه الله عن مماثلة المخلوقين، فنقول ليس له صفات حقيقية وإنما مجازية، له صفات مجازية وليست له صفات حقيقية، فنفوا الصفات هربا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، يعني هربوا من شر فوقعوا في أشر، هربوا من شر فوقعوا في شر منه، هربوا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، يعني ردوا صفات الله سبحانه وتعالى. وللأسف يا أخوان أن أكثر من خدم الكتاب والسنة هم المعتزلة والأشاعرة، أكثر من خدم التفسير والحديث شرحا هم المعتزلة والأشاعرة. كثير من كتب التفسير وكثير من شراح الأحاديث كثير منهم معتزلة وأشاعرة، خدموا هذه الأصول العظيمة، لكنهم أخطأوا عندما اجتهدوا وحركوا عقولهم وأطلقوها تفعل ما تشاء، فوقعوا في مثل هذه المصائب. هذه هي القاعدة السادسة. القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. صفات الله تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ توقيفية يعني نقف على الكتاب والسنة فقط، هذا معناها، يعني لا نثبت أو ننفي إلا عن طريق الكتاب والسنة فقط، والعقل ليس له مجال. توقيفية أي أنها وقف على الدليل من الكتاب والسنة، وقف على الدليل من الكتاب والسنة، لا مجال للعقل فيها. ولماذا ليس للعقل مجال فيها؟ لماذا؟ لأنها أمور غيبية والعقل لا يدرك الغيب، لأنها أمور غيبية فالعقل لا يدرك الغيب، ما يدركه العقل، لا يدرك الغيب، لا مجال للعقل فيها. العقل يدخل في الفقه، نعم، في عند شيء اسمه الاجتهاد والقياس والمصالح المرسلة وتحقيق المصالح، هذا العقل له مجال بالفقه، في الفقه يستخدم العقل، لكن في العقيدة وفي صفات الله أمر غيبي ليس للعقل مجال إلا أن يسلم. ومع ذلك هناك أسماء وصفات جاءت في الكتاب والسنة والعقل أيضا دل عليها، فالعقل فقط يعني يؤيد، وإلا قد جاء الكتاب والسنة. فمثلا هل الله سبحانه وتعالى حي؟ نقول نعم، دل عليها القرآن أو السنة أو العقل، كلها، حتى العقل يدل عليها، حتى العقل دل عليها. فهناك صفات سمعية وهناك صفات خبرية، فالسمعية لا بد من الكتاب والسنة، أما الخبرية فقد يثبت العقل صفة لله عز وجل يؤيدها الكتاب والسنة. فمثلا الوجه لا يمكن أن يثبت إلا عن طريق السمع، لأنه صعب أن تثبت الوجه، لو لم يرد ما ندري. لكن مثل الحياة العقل دل عليها كذلك. هل الله حي؟ نقول نعم. طيب هل الله يعلم؟ هذه صفة حتى العقل دل عليها. أما اليد، الضحك، الوجه، لو ما جاء بالكتاب والسنة ما نعلم، سمى صفات عن طريق السمع فقط، عن طريق قال الله قال الرسول فقط. أما هناك صفات يمكن للعقل أن يستوعبها، كعلم الله وحياة الله وحلم الله ووجود الله، هذه أشياء حتى العقل يثبتها، وجاء الكتاب والسنة
والعقل يؤيد الكتاب والسنة. طيب، هذا معنى صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، ليس للعقل مجال أن يثبت صفات الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الباب الجديد، الباب الثالث. قال قواعد في الأدلة. في الأول أخذنا قواعد في الأسماء 7، ثم قواعد في الصفات 7، الآن قواعد في الأدلة التي نثبت فيها الأسماء والصفات. قواعد في الأدلة التي نثبت بها الأسماء والصفات. قال القاعدة الأولى: الأدلة التي نثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أدلة إثبات الصفات والأسماء؟ ما هي الأدلة؟ فتقول القرآن الكريم السنة النبوية. ما شاء الله، الكتاب والسنة. هل قول الصحابي في الأسماء والصفات يقبل أو لا يقبل؟ في الصفات لو أن صحابيا أثبت صفة لله عز وجل لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. ألا يمكن أنه سمع من الرسول وقالها لكن لم يقل وقال رسول الله، فيكون الحديث موقوف له حكم الرفع؟ هل يمكن أن يكون حديثا موقوفا له حكم الرفع فنقول قول الصحابي يقبل في الصفات؟ نقول لا، لا. الصحابي يؤخذ قوله في العقيدة، نعم، لكن لا يؤخذ قوله في الأسماء والصفات. في العقيدة نعم، نقول ربما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، أما في الأسماء والصفات فلا، إلا الكتاب والسنة. مثال على ذلك: ارفع يدك. لا، أمامك. أي جوال؟ لا بقال؟ جوال يدور، يعني يدور. قم اقرأ آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي. وسع ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله. استرح، جزاك الله خير. استراحة. وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو الكرسي؟ قدم من؟ الكرسي موضع قدمي الرحمن. هذا غيبي أو مشاهد؟ من قال بهذا؟ ابن عباس قال الكرسي موضع قدمي الرحمن. هذا عقيدة أو ليس عقيدة؟ تقبل منه أو لا تقبل منه؟ يقول الكرسي موضع قدمي الرحمن. القدمين جاءت في السنة، أن الله قدم جاء في السنة، لكن كونه موضع لقدمي الله سبحانه وتعالى، كلمة موضع هذه عقيدة، فهل تؤخذ هذه العقيدة من قول صحابي؟ إذن الصفات لا تؤخذ عن الصحابي والأسماء، ولكن تؤخذ العقيدة
عن الصحابي إذا كان إذا كان ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب، وقوله مما لا مجال للرأي فيه. هذان شرطان. متى نأخذ العقيدة عن الصحابي إذا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بشرطين. من يعيد الشرطين؟ بسم الله. من يعيد الشرطين اللذين إذا تحققا قبلنا قول الصحابي؟ تعيد كرم شاه اسمك؟ في هنا شخص اسمه كذا شاه قبل يومين أو ثلاثة، قلت ليس له معنى. ما اسمه؟ علم شاه. أين علم شاه؟ علم مات؟ ما أخبرتموني بأنه قد مات نصلي عليه. أين هو؟ يا علم شاه أين هو؟ غير موجود. أعد الشرطين ما هما؟ بشرطين. لا من الصحابي الذي يعلم أنه كان يأكل من أهل الكتاب. أنت هل كنت تعلم هذه المعلومة قبل ذلك أو اليوم علمتها؟ علمته في كتاب في الكتاب. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والثاني إذا كان ممن لا يؤخذ، إذا كان يعرف أنه لا يأخذ من أهل الكتاب. الشرط الثاني خلفك تعرفه؟ لا مجال. أحسنت. لا مجال للرأي فيه، لا مجال لاستخدام العقل فيه، يعني لا مجال للرأي، يعني لا مجال للاجتهاد واستخدام العقل فيه. وشرط ثالث ألا يخالف قول صحابي آخر. الشرط الثالث ألا يخالف قول الصحابة. طيب، هذه القاعدة انتهينا منها. ننتقل إلى القاعدة الأخرى، وهي الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. ما معنى هذا الكلام؟ نجريها على ظاهرها. تبارك الذي بيده الملك، الذي يظهر أن الله عز وجل له يد حقيقية، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر المتبادر من هذه الآية. طيب، قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ماذا نفهم من ظاهر الآية؟ نفهم أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة هو بنفسه عز وجل، والملائكة يجيء بنفسه إلى أرض المحشر ليفصل بين العباد. هذا هو ظاهر النص، ظاهر الآية، ولا يحتاج إلى أن نغير المعنى ونعطل المعنى الحقيقي. أيضا في قوله سبحانه وتعالى
ثم استوى لا ثم استوى على العرش. الذي يظهر من هذه الكلمة استوى أن الله سبحانه وتعالى علا وصعد وارتفع واستقر على العرش من غير كيف، لا نقول كيف، لكن نثبت المعنى. هي لها معنى، ومعناها أنه علا وصعد واستقر عز وجل سبحانه وتعالى على عرشه. هذا هو الظاهر، لكن لا نكيف، ولسنا مضطرين إلى التكييف لأنه لا يمكن أن نكيف. هناك أناس يثبتون الصفة لكن بلا معنى، يقول الله له يد حقيقية، يقول الله أعلم لا ندري، نفوض الأمر إلى الله تفويض. يقول وأنتم يا أيها السنة أنتم تفوضون، نقول نعم نحن نفوض، لكن نفوض الكيف دون المعنى. المعنى له يد حقيقية، أما الكيفية الله أعلم. نفوض يعني نرجع الأمر إلى الله، فنحن نفوض المعنى أو نفوض الكيفية. الكيفية لا أحد يعلمها، أما المعنى فإن الله خاطبنا بالقرآن وطلب منا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله يقول الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا إلى آخره. الله نزل أحسن الحديث، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالله عز وجل أعطانا عقل نتدبر الآيات، فالآيات واضحة. فإذا جاء قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول وجاء الله يجيء بنفسه، نقول نعم بنفسه. كيف؟ نقول الله أعلم. فنثبت المعنى وننفي الكيفية، لا ندري الله أعلم. إذن نفوض المعنى أو نفوض الكيف؟ نفوض الكيف. أما المعنى فإننا لا يمكن إطلاقا أن نفوض هذه المعاني، بل هي لها معاني حقيقية. الله عز وجل خاطبنا ونحن نفهم ونعقل هذه المعاني. هذا معنى الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. قاعدة ثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، كما قلنا قبل قليل أنها معلومة لنا بالنسبة إلى المعاني، مجهولة لنا بالنسبة إلى الكيفية. واضح؟ معلومة لنا من جهة، مجهولة لنا من جهة. هل الله عز وجل يضحك؟ ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فالله سبحانه وتعالى يضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه، كلاهما يدخل الجنة. يضحك ربنا، معنى يضحك غير معنى يغضب، ويضحك لها معنى، وغير معنى يكره، فيكره لها معنى، ويغضب لها معنى، ويضحك لها معنى، معاني مختلفة. ولكن الكيفية الله أعلم، نحن لا نعلم هذه الكيفيات، فنثبت المعاني ولكن نقول الله أعلم في الكيفيات. هذا معنى ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعاني ومجهولة لنا باعتبار الكيفية. يا سلام، معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة لنا باعتبار الكيفية. إذن هل نحن نفوض الكيف أو نفوض المعنى؟ نفوض الكيف، نفوض التكييف، لكن لا نفوض هذه المعاني. قاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام.
ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. الذي يتبادر إلى ذهنك هذا هو الظاهر، وهو يختلف. فمثلا قال سبحانه وتعالى في قصة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها. القرية هنا المسؤولة المقصود بها الساكن أو المساكن؟ الساكن، الناس. واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، فنقول هنا القرية معناها أهل القرية، هذا هو الظاهر. القرية يعني أهل القرية، هذا هو المعنى الظاهر المتبادر، ولا نقول مجاز، بل هذه حقيقة كلام العرب. القرآن ليس فيه مجاز، كله حقيقة. اسأل القرية هذه على حقيقتها، لكن كيف نفهمها؟ نفهمها نحن بأن المسؤول هو المساكن أو الساكن، الساكن وهم الناس. وتأتي كلمة قرية أحيانا ويراد بها المساكن، فيتبين من معناها، هذا هو ظاهرها، كما قال سبحانه وتعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. هنا القرية هذه الكلمة يتبادر إلى ذهنك أهلها أو البيوت والمساكن، لأنه ذكر الأهل قبلها، قال إنا مهلكوا أهل هذه القرية يعني هذه البيوت. فالقرية في الأول المراد بها أهلها، لأن هذا هو الظاهر، حتى لو لم يقل الله أهل وأسقطها عز وجل، فإن معناها المتبادر إلى الذهن هو الظاهر، نحن ما حرفناه. هم يقولون تعال أيها الوهابي، أيها السلفي، أنت تجعل الكلمة غير موجودة، واسأل القرية فتقول واسأل أهل القرية. وهم يقولون اسمع: وجاء ربك والملك صفا صفا. المقصود وجاء أمر ربك، الله ما يأتي، وجاء أمر. قلنا من أين جئت بكلمة أمر؟ قال وأنت من أين جئت بكلمة أهل؟ واسأل القرية من أين جئت؟ سبحان الله العظيم، هكذا يقولون. تضيف كلمة نضيف كلمة، تغير معنى نغير معنى، هذه حجتهم. فنقول أيها الناس، العرب يخاطبون بكلمة يختلف معناها، نفس اللفظ واحد والمعنى بحسب السياق. هذه لغة عرب، ليس مجازا، بل هي الحقيقة، هكذا. فإذا قال واسأل القرية التي كنا فيها، قلنا المقصود بها اسأل القرية بيوت. العقل بالعقل لا يمكن أحد يسأل الجدار، ما يمكن يسأل الجدار، يسأل أهل البيوت. فالظاهر هو المتبادر للمعنى هو هذا. وكذلك قوله إنا مهلك أهل هذه القرية هنا المقصود فيها المساكن. في الأولى وضعنا أهل، وفي الثانية ما وضعنا أهل. فيقول إذن أنا أستخدم مثل ما تستخدم. نقول لا، تبارك الذي بيده الملك، قال بيده يعني بقدرته. تبارك الذي بيده الملك يقول هو معناها ايش؟ بقدرته. فنقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي. الله قدرتين أو قدرة؟ يقول لا قدرة. طيب كيف تقول بيدي قدرتي؟ فيسكت، يسكت. ولذلك السلف الصالح لا يمكن إطلاقا أن يحاجهم أحد، لأنهم مع العقل والنقل. يا أخوان، السلف الصالح يعني يدوخون العالم. ما بقي صوفي أو فلسفي أو رافضي أو معتزلي أو أشعري إلا ويتهاوى أمام سلاح العلم والعقل بالنسبة لأهل السنة والجماعة. لذلك هم يبغضون أهل السنة لأنهم أهل عقل وأهل نقل، قال الله قال الرسول، وهذا معنى اللغة العربية، ثم يفحمون. ردود قوية جدا من أهل السنة والجماعة على أمثال هؤلاء. ولذلك أيها الأخوة الكرام، كبار المعتزلة الذين ارتووا من العلم حتى وصلوا إلى مبالغه
وفي نهاية أعمارهم يرجعون إلى مذهب أهل السنة والجماعة. الفخر الرازي، الغزالي، جار الله محمود بن عمر الزمخشري صاحب الكشاف، هؤلاء رجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. بل الرأس الكبير أبو الحسن الأشعري الذي أسس المذهب الأشعري رجع ليس في آخر حياته، بل رجع وهو كبير وألف كتبا ينصر مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الكتاب والسنة معنا نحن أهل العقل، ليسوا هم أهل العقل. قال هؤلاء هم يستخدمون العقل، لا، نحن نستخدم العقل مع النقل، فيأتون ويرجعون. لكن لا يوجد من أهل السنة والجماعة من علمائهم من ترك المذهب السني إلى أن يكون معتزليا أو أشعريا أبدا. وهذه هي كتب التاريخ موجودة. هذا الفرح الشديد بهذا المذهب العظيم. ولذلك يراد الآن أن يسنم وأن ينصب رؤساء الصوفية في العالم. الآن العالم الغربي يدعمهم بالأموال الطائلة من أجل أن يبعد المذهب السلفي، والأشاعرة كذلك، والصوفية كذلك، يحاول أن يبرزوا للمسلمين. فإذا جاء عالم سني مسلم وناقشهم والله يفحمهم ويسكتون. ولذلك رأينا في المناظرات في التلفزيونات، في المناظرات بين أهل السنة والشيعة وبين المسلمين واليهود والنصارى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحمد ديدات تعرفونه؟ أحمد ديدات رجل هندي عاش في جنوب إفريقيا ودرس إلى 6 ابتدائي فقط وترك الدراسة، وأصبح في دكان يبيع في جنوب أفريقيا. فأصبح النصارى يمرون عليه ويناقشونه ليشتروا من البقالة، فيعطونه شبهات. رجل تحير ماذا يقول، فذهب وأخذ كتاب اسمه إظهار الحق، فقرأه حتى فهمه، فأصبح كلما جاءوا يسألونه يرد عليهم فأفحمهم، ففرح وبدأ يشق الطريق، صار يقرأ حتى حفظ كثيرا من مواضع الإنجيل، وأصبح يناقش العالم، حتى أنه وصل إلى مرحلة يدخل قساوسة كبار في دين الله على يديه. فقال: أيها النصارى، بالتلفزيون هكذا في أمريكا وبريطانيا، أيها النصارى، أنا أريد أن أناظر أكبر رجل عندكم، البابا، هكذا يقول على التلفاز، فإن كان على حق قبلته والذين معي يقبلونه، وإن كان أنا على حق فيقبل مني. هكذا يقول أمام القساوسة الكبار. أنا رأيت فخاطبوا البابا في روما في الفاتيكان إيطاليا، فقال: نوافق، لا بأس. فأحمد ديدات فرح لأن النصرانية ضعيفة، يعني مثل سندويش، مثل الأكل البسيط. قالوا: سماحة البابا الأكبر يقبل أن يناظرك ويتنزل بذلك، ولكن بشرط أن يكون النقاش في غرفة مغلقة لا ينقل بوسائل الإعلام. فقال: لماذا؟ أنا أريد الناس يسمعون، أنا مقتنع وأنت مقتنع، نتناقش، لكن أمام كل العالم. فقالوا: لا نقبل. ونحن عندنا في السعودية مرة من المرات، تعرفون السعودية يأتي الناس من كل العالم في الحج والعمرة، هذه مكة تجمع كل المسلمين، لا يوجد بلد في العالم إلا وجاء بعض أهله إلى مكة المكرمة في العالم كله. فمرة في الضحى زميلنا الشيخ سعد، اسمه الشيخ سعد، دكتور في جامعة أم القرى في مكة، في الضحى كان عنده وقت فراغ، فذهب إلى الكعبة ليطوف. قال: فذهبت فرأيت نحو 30 إلى 40 شابا أبيض اللون وشعره أشقر وعيونهم غريبة، يعني أوروبيين أو أمريكان، ليسوا عربا وليسوا من أفريقيا ولا سحنة، هذه سحنة أوروبيين، وهم يطوفون. فأنا يعني بشر استغربت،
فلما جاءوا ليصلوا خلف مقام إبراهيم ركعتين وهم يصلون سلمت على أحدهم: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك؟ يعني ما يعرف، فتكلم معه بالإنجليزية، ما يعرفون عربي. فقال: ما شاء الله، من أين أنتم؟ قالوا: نحن من أمريكا. أصدقاء؟ قال: نعم، نحن كلنا أصدقاء. جئتم؟ قال: لا، نحن ندرس في كلية اللاهوت. اللاهوت يعني كلية شريعة النصارى، يعني زي الشريعة المسلمين يدرسون القرآن والسنة والفقه والحديث. قال: نحن في اللاهوت ندرس الإنجيل وكيف شبه المسلمين وكيف نناظرهم وكيف نتغلب عليهم، وأين نقاط الضعف عند المسلمين، وأين الآيات المتعارضة في القرآن، وأين الأحاديث المتعارضة في ونحفظها من أجل أن نذهب نسعى ونناقش هؤلاء. فكنا ندرس في السنة الأخيرة، في آخر فصل في السنة الأخيرة، عندنا برنامج إجباري إلزامي أن نحضر مناظرة بين مسلم ونصراني من أجل أن نعرف كيف، لكي نكون معا نحن مثلهم في المستقبل، كيف يعني نستطيع أن نناقش ويعني نناظر. فقالوا هناك مناظرة جيدة بين الشيخ أحمد ديدات وبين جيمي سويغارت. جيمي سويغارت هذا رجل معروف، يعني عنده ملايين من المتابعين وعنده قنوات فضائية، ورجل متكلم ونصراني، يعني قسيس كبير جدا، أنا رأيته بعيني كثيرا بالتلفزيون. فحضروا في القاعة، كانت آلاف مؤلفة، قاعة كبيرة جدا. فالشيخ أحمد ديدات يناقش وجيمي سويغارت يناقش، وأحمد ديدات يقول: افتح في الإنجيل وانظر في الإنجيل وماذا تقول. وسبحان الله في آخر المحاضرة أسلم هؤلاء. والله أسلم. قال هو يقول: فنحن أسلمنا، وبعد أشهر تركنا الكلية وطلبنا من السعودية أن تسمح لنا أن نأتي للعمرة، فجئنا للعمرة. يعني يقول: نحن الآن تعلمنا الإنجيل وتعلمنا الردود وأسلمنا، وسوف نستخدم هذا السلاح عليهم، يعني سلاحهم نرده عليهم. سبحان الله العظيم، هؤلاء طلاب شريعة ثم تحولوا إلى، بل يا أخوان لا أقول طلاب شريعة، عندنا في السعودية، معلش لو أخذنا شيء من الوقت، واحد من السعودية يعني هكذا، ليس هكذا، درس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في السعودية وتعلم التوحيد والعقيدة، لكنه يعني لا يصلي ولا يصوم، لكن اعتقاد صحيح، لكن العمل سيء. فسافر إلى أمريكا من أجل الفساد، زنا وشرب الخمور، ويعني ليس عنده أهله ولا شيء. فذهب إلى مطعم ليأكل، فجلس طلب الطعام وهو الطاولة يأكل طعام، فجاء رجل أوروبي أمريكي وشاهده. سبحان الله، العرب معروف أشكالهم، العربي معروف شكله، فقال: هذا عربي، هذا جيد، أتى إلى هنا من أجل أن أبشره بالنصرانية وبالرب يسوع المخلص المنقذ. هذه فرصة أعلمه ليرجع إلى بلده، ولعلهم إن شاء الله يدخلون في الدين السمح، دين النصرانية. فرصة، أنا لا أستطيع أذهب إلى هناك العرب، لكن هو جاء إلي. فجاء هذا الأمريكي قال له: هل تسمح لي أن أجلس بالمقابل؟ فقال: هذا مطعم ليس بيتي. حتى جوابه سيء. قال: اجلس حيث شئت، هذا ليس بيتي، مطعم. فجلس. الأمريكي طلب الأكل، فينتظر الأكل يأتي إليه، وهذا السعودي يعني يأكل. فقال الأمريكي: تسمح لي أتكلم معك؟ تسمح لي أن أتكلم معك؟ قال: أنا، حتى جواب سيء، قال: أنا أسمع بأذني ليس بفمي. يعني تكلم أنت، أنا أكل. سيء يعني. ولكن هذا الأمريكي يصبر. فرصة يعني، متحصن، يعني تعطيه بوكس بالكلام. هو بوكس، هذه اندونيسيا، بوكس، بوكول بوكس، يعني هكذا
سبحان الله العظيم. وبدأ يتكلم، قال: يا أخي أنت إنسان، أو جئت إلى هذه وقد كنا مذنبين، وجاء المخلص عيسى ابن الله الذي نزل ثم ولد ثم ضحى بنفسه فأخذوه ثم قتل ثم صعد إلى السماء، وإذا أخطأت أنت فهذا شيء عظيم. بالأمر السهل تذهب إلى الكنيسة يوم الأحد وتجلس عند القسيس وتقول له أنا وأنا، فيتصل بالله وابن الله ثم يشفع ويتكلم. هذا يأكل ويشرب وينظر، ويأكل ويشرب وينظر. الأمريكي يتكلم مل من الكلام، فقال له: انتهيت؟ قال: نعم. اسمع. قال: اسمع يا هذا، ديني حق يقبله العقل، أنا لم أتمسك به، تريد أن أقبل دينك الذي لا يقبله العقل؟ يا الله. قال: ديني حق، أنا على قناعة ما تمسكت به، تريد أن أتمسك بدينك هذا الذي لا يقبله العقل؟ أنا ديني يقبله العقل، ما تمسكت. دينك دين باطل، يعني العقل لا يقبله، تريد تعطيني إياه؟ أنا لم أقبل دين يقبله العقل، تعطيني دين لا يقبله العقل؟ قال: ما دينك؟ قال: اسمع. اسمع جيد. ديني هو التوحيد، ليس بينك وبين الله وساطة، هناك رب واحد فقط أرسل جميع الأنبياء ويعلموا ويتكلم. هذا الأمريكي ذهل، ترك الأكل وخرج، بحث عن الكتب يقرأ، ثم بعد أسبوعين أسلم. على يد هذا صاحب الخمر. أسلم على صاحب هذا الفسق. ديننا جميل، والله جميل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.